بصي قطعه البانيه ما ما بينزلش جوه. بينزلش، اه، لا لا لازق على. خالص. ماسكه عليها كل حاجه هي. انت كده بتطلعي على طول من الفريزر على التحمير على طول. دلوقتي انا هعمل البانيه بتاع تفريز رمضان. انا البانيه ببقى متبلاه قبلها بيوم. ما ينفعش ابدا البانيه يتبل وقتها عشان يبقى شارب من التتبيله. التتبيله عباره عن ايه؟ التتبيله بصل والميه بتاعته هي، وملح فلفل بابريكا مدخنه، توابل فراخ، توم باودر، بصل باودر، ذره قرفه، ذره كاري. دي تتبيله بتعمل قبلها البانيه بقد ايه؟ قبلها بيوم. البانيه لازم يتعمل قبلها بيوم عشان تحسي ان هي مميزه كده وريحه البانيه طالعه وبتاع. ده البيض احطه على انا بقى مش بعمل زي يعني في ناس بتعمل ايه، تحط بيض لوحده وتطلع من البانيه تحطه في البيض وبعد كده في البقسماط. لا انا مش بعمل كده، انا بعمل حاجه تانية بتبقى افضل وبصراحه ناجحه جدا معايا يعني. انا بحط البيض كده على البانيه. بتخلطيه عادي؟ اه بخلطه كده لغايه اما البيض طبعا البيض زفر بس في هنا توابل كتير، في ملح في فلفل، فالفلفل ضيع الزفاره اصلا. وده الدقيق. في برضو على مش من النوع ده، علشان لا لا هو مش شغل بطلع. التفريز غير التاني. بصي، آم، انا بحب كده لسبب. انا لما بعمل احط الدقيق مع السايل بيمسك. هوريكي دلوقتي سمك البانيه يبقى عامل ازاي. هوريكي القطعه بتبقى طالعه ماسكه في التتبيله. بصي كده، بصي قطعه البانيه التتبيله ماسكه فيها. ده دقيق على نشا، بقسماط. ده بقى عشان ده يبقى السمك جاهز على التحمير على طول. ايوه ده السمك الاخراني خالص. بصي، بطلع من هنا كده. يبقى جاهز على التحمير. وبفضل اضغط في البانيه كده. بصي قطعه البانيه. بصي كده مسكت عليها بصي شايفه انت متخيله؟ بصي قطعه البانيه ما ما بينزلش جوه. بينزلش، اه، لا لا لازق على. خالص. ماسكه عليها كل حاجه هي. انت كده بتطلعي على طول من الفريزر على التحمير على طول. بصي انا اي تتبيلات ببقى معاها لازم بيتحط تحتها اللي هي الاكياس اللي هي اكياس التلاجة دي. وبرده بيبقى بين كل قطعه والتانيه بيبقى فيه فاصل اهو، برضو علشان مفيش حاجه تلزق، مفيش حاجه تعمل يعني اهي. دي انجح بقى طريقه بانيه انت عملتيها. جدا انا جربت طرق كتير، دي اكتر حاجه بصراحه نفعت معايا. الناس بقى تطلب منك خلطه البانيه مثلا، تقول لك ايه المميز فيها، ايه السر بتاعها؟ لا طعم. دايما. بصي اولا ريحه البانيه نفسه، يعني انت بس تفتحي بس البتاع زي ما انت شامه كده. انت اول ما دخلتي قلتي لي ايه ريحه تعبانه اجيب اكلها. قلتي لي الريحه طالعه جدا. بمعنى عندي جوع. قبلها بساعتين بتطلعي الحاجه بتبقى خلاص فكت وزي الفل يعني. وقلت لك برضو ده بيسهل كتير. الاكياس اللي بتبقى محطوطه بينه بتسهل كتير غير لما يبقى لازق في بعضه. عارفه لما يبقى لازق في بعضه كده والفريزر بيبقى في الفريزر، تيجي تطلعي يروحوا فكين من بعض فالقشره تروح. لكن المشروع ده ناجح بقى اه الحمد لله والله نجح جدا يعني الحمد لله. برجر فراخ، دي تفريزات شهر. شاورما، بانيه متبل على التحمير. دي تفريزات شهر رمضان.